الجميلة القمر سمارة يحيى تتألق باللباس التقليدي الجزائري وتتباهى ببلدها الجزائر. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده لايك للفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر ما يوصل لكم الجديد والترند. قبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ملكة جمال العرب سابقا سمارة يحيى نادرا جدا لما بتطلع باللباس التقليدي الجزائري وتظهر بيه وتنزل بيه ستوري على صفحتها الشخصية. سمارة يحيى ملكة جمال العرب وهي بلباس التقليدي الجزائري الجميل جدا جدا عليها. بصراحة تفاصيله روعة روعة يا جماعة. جايبة الصور كلها بتفاصيله، بجد جميل جدا جدا جدا، مطرز بشكل وهم. يعني التراث بتاعه مدهب، قد ايه جميل جدا، قد ايه بسيط جدا. الشغل اللي فيه راقي جدا جدا جدا، بجد كان شكلها وهم بصراحة. فيه لفت انظار الجميع، الناس كلها اتكلمت على اللباس اللي هي لابساه. قالوا ان هي اللي زادت اللباس التقليدي الجزائري جمالا، مش هو اللي زادها جمالا. طبعا هي جميلة جدا وروحها حلوة قوي ومحبوبة. منين ما بتنزل ستوريهات او بتنزل باللباس التقليدي الجزائري بالذات بتلفت نظر، يعني بتلفت نظر الجميع وبتلفت الأنظار كلها. ما شاء الله عليها، ربنا يا رب يحميها ويبارك فيها. طبعا هي التقطت بعض الصور من الجزائر لأن هي كانت في الجزائر الفترة دي، ونزلت بعض الاستوريهات وبعض الصور. كانت هي ووالدتها وكانوا نزلوا صور كتير جدا وقد ايه بتتباهى ببلدها وصور بلدها ومناطق بلدها ان هي جميلة جدا جدا. ربنا يا رب يحفظها ويحفظ بلدها، اللهم امين. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.